بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نزلت لكم في فيديوهات قبل كده جدول بيوضح عدد أسياخ الحديد في الطن من أول قطر 10 ملي لحد قطر 32 ملي. في الفيديو ده هقول لكم على قانون من خلاله نقدر نحسب عدد أسياخ الحديد في الطن لأي قطر حديد تسليح. قانون حساب عدد أسياخ الحديد في الطن هو إن عدد أسياخ الحديد في الطن بتساوي 13516 على مربع القطر. 13516 دي رقم ثابت، ومربع القطر يعني هنضرب القطر في نفسه. مثال: ما هو عدد أسياخ الحديد في الطن قطر 10 ملي؟ عدد أسياخ الحديد في الطن هتساوي 13516 اللي هو الرقم الثابت على مربع القطر اللي هو القطر في نفسه. بالتطبيق في القانون يبقى عدد أسياخ الحديد في الطن قطر 10 ملي هتساوي 13516 على 10 في 10 هتساوي 135.16 من 100. الناتج اللي بيطلع عندنا بنقربه لأقرب رقم صحيح، فهنقرب ل135.16 من 100 لأقرب رقم، فهتساوي 135 سيخ. يعني طن الحديد قطر 10 ملي في 135 سيخ. مثال تاني: ما هو عدد أسياخ الحديد في الطن قطر 12 ملي؟ بالتطبيق في القانون عدد أسياخ الحديد في الطن هتساوي 13516 على مربع القطر هتساوي 13516 على 12 في 12 هتساوي 93.86 من 100. هنقرب الرقم لأقرب رقم صحيح، هتساوي 94 سيخ. يعني طن الحديد قطر 12 ملي بيكون فيه 94 سيخ. لاحظ معايا ان احنا بنقرب الناتج اللي بيطلع لنا لأقرب رقم صحيح، يعني 135.16 من 100 قربناها للرقم الأقرب ليها اللي هو 135. أما 93.86 من 100 قربناها للرقم اللي أقرب ليها برضو اللي هو 94. يعني مش 93، لأ 94 الرقم اللي أقرب للكسر اللي طلع لك. بالقانون ده كده هتقدر تحسب عدد أسياخ الحديد في أي طن من أول حديد 10 ملي لحد حديد 32 ملي.